blood creeping up from the heathens. Got will, got fight. حسين الشحات باصة خطيرة جدا عدت ولكن يتألق الحارس على طول كمال السيد ولاعب النادي الاهلي يطالبوا بركله جزاء، ولكن باصه بينيه روعه الروعه والتحرك الممتاز من النجم السلوفيني جراديشار، ولكن الدفاع كان لها بص الباصه يا جماعه، الباصه روعه من الشحات والتحرك الممتاز طبعا من اللاعب جراديشار والسقوط وترجع للحارس لاول مره في اللقاء. حكم الفار الصباح والسقوط، ادي العاده، ادي الرجل اليمنى في قدم اللاعب جراديشار، يجي على طول ركله جزاء، ركله جزاء يا ساده لصالح النادي الاهلي. بدايه نار نار نار، بدايه نار نار نار، بدايه روعه ساخنه غير عاديه. ركله جزاء رقم 54 في الدوري. مروان عطيه نجم الاتحاد السكندري سابقا ونجم النادي الاهلي حاليا، مروان عطيه ويحطها ويسجل جول 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 جول. الهدف الاول، هدف التقدم للنادي الاهلي والهدف التاريخي لمروان عطيه، لان هدف اليوم هو اول اهداف مروان عطيه مع النادي الاهلي من ساعه ما انضم قادم من الاتحاد السكندري في يناير من العام قبل الماضي. مروان عطيه في 103 مباراه سجل النهارده الهدف الاول. واحد النادي الاهلي لا شيء نادي الاسماعيلي، والحارس معاها، ولكن في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول. واحد الأهلي لا شيء نادي الإسماعيلي. هدف من ركلة جزاء وأول هدف النجم مروان عطية.